في فيديو النهارده هنتكلم عن تصنيف القناة وفئة الفيديوهات، وهعرفك ازاي تختار الفئة والمحتوى بتاعك بيندرج تحت اي تصنيف بالظبط. الموضوع ده انا لقيته مش واخد حقه قوي على اليوتيوب، والناس اللي اتكلمت عنه كان في حاجات كده الى حد ما مش صح. فعشان كده قبل ما اقولك الفيديوهات بتاعتك بتندرج تحت اي تصنيف، انا هغير عندك بعض المفاهيم الاول واللي ممكن تبقى صادمة جدا بالنسبة لك. مبدئيا كده حضرتك لما بتيجي تعمل المحتوى وتيجي ترفع الفيديوهات بتاعتك بتختار الفئة على اساس الفيديو نفسه، وهنا بقى بتظهر المشكلة. حضرتك بتبص للفيديو نفسه اللي انت عملته وبتقول والله الفيديو ده بيندرج تحت التصنيف ده، وهنا بقى نظرتك بتبقى ضيقة جدا، لان حضرتك المفروض بتختار الفئة على اساس المشاهد مش على اساس وجهة نظرك انت. يعني المفروض ان انت تبص للفيديو وتشوف المشاهد هيبدأ يخش على الفيديو ده او يضغط عليه على اساس ايه السبب، هو المشاهد عايز ياخد ايه من الفيديو. وبكده انت غيرت فكرتك تماما، وممكن تتفاجئ ان انت عامل تصنيف الفيديوهات عندك اصلا غلط. هديك مثال على كده ممكن يبقى صادم جدا بالنسبة لك. قناة مثلا ناجحة جدا ما شاء الله زي قناة شارع العلوم، تفتكر التصنيف بتاع القناة دي ايه؟ هل مثلا التصنيف هيبقى تعليم؟ طيب هو مش بيعلمك حاجة، ده اول حاجة بيقولها لك في الفيديوهات ما تطبقش الحاجات دي في البيت. طيب منطقي جدا التصنيف بتاعه يبقى ساينس، من اسمها كده شارع العلوم يبقى ساينس علوم. وهنا بقى الخدعة الكبيرة، وهنا انت بصيت للقناة دي بنظرة ساذجة جدا لانك حكمت على التصنيف من المحتوى نفسه. انما لو جيت بقى طبقت المفهوم اللي انا قلت لك عليه، هو المشاهد بيخش على القناة دي ليه؟ ايه اللي عايز ياخده منها؟ هتلاقي ان المشاهد بيتفرج على الفيديوهات بتاعته لمجرد الاستمتاع، عايز يشوف التجارب العلمية اللي هو درسها زمان لكن ما شافهاش بعينه، عايز يشوف نتيجة الانفجار لما تخلط المادة A على المادة B. اذا غرض المشاهد هنا هو الاستمتاع، التسلية، الترفيه. يبقى كده المحتوى ترفيهي. طب ايه بقى الهبده الكبيره اللي انت بتقولها دي يا ابو 400 مشترك؟ انت احب اقول لك دي مش هبده، انا جايب لك الدليل. في موقع اسمه سوشيال بليد، الموقع ده وظيفته ان هو يجيب لك تحليلات القنوات، يجيب لك عدد المشاهدين، يجيب لك عدد المشتركين، يشوف الرانك بتاع القناه ديت على مستوى مصر والوطن العربي وعلى مستوى العالم، وهتلاقيه كمان كاتب لك تصنيف القناه. وهنا بقى الصدمه، قناه شارع العلوم تصنيفها ترفيهي. اذا دي مش هبده، يبقى الموضوع فعلا محتاج ان انت تغير مفهومك عن التصنيف او عن الطريقه اللي بيشتغل بيها اليوتيوب. عشان كده قبل ما ابدا واقول لك بقى التصنيفات بتاعه القنوات، خليك عارف المفهوم ده وابدا طبقه بنفسك عشان يبقى عندك نظره اوسع واشمل، وتبدا تحدد التصنيف من نفسك بطريقه احترافيه جدا. انا كنت كاتب التصنيفات، كاتبها كده بالترتيب عشان مفيش واحده تسقط مني، ونبدا بقى نتكلم عن كل تصنيف كده باختصار وبسرعه. اول تصنيف هتلاقيه في الفيديوهات عندك هتلاقي اوتو انتي فيكلز او اوتو لو انت بتتكلم الماني. وهنا التصنيف ده واضح وصريح، مش مايع خالص وما فيهوش اي لعب، هو اي محتوى ليه علاقه بالعربيات، الموتوسيكلات، المركبات، السفن، فده محتوى واضح جدا وما فيهوش لغط كتير. حتى لو المحتوى بتاعك بتتكلم فيه عن اخبار العربيات فده ما يعتبرش محتوى اخباري تماما، ده بيندرج تحت محتوى الاوتو. تاني محتوى معانا اللي هو المحتوى الكوميدي، وده زي المسرحيات الكوميديه، زي الستاند اب كوميدي، المحتويات اللي بتقدم ماده كوميديه صرف. يعني مثلا لما تيجي تعمل مقلب في واحد ويبقى المقلب مضحك قوي، ده ما يعتبرش كوميدي، وهنتكلم عن موضوع المقالب ده كمان شويه. المحتوى الثالث معانا المحتوى التعليمي، وده المحتوى اللي عليه لغط كبير جدا. محتوى الاديوكيشن او التعليم هو بيندرج تحتيه اي حاجة ليها مادة علمية مكتوبة على ورق علمي، يعني بتعلم الفيزياء، بتعلم الكيمياء، حتى السب تايب اللي بتبقى تحت البند التعليمي. لو اخترت education هتلاقي فيه تايب كده كتب لك تحت بتختار منه بقى، وهتلاقي في حاجات تانية زي هاو تو، شرح نظريات، حتى الحاجات دي كلها لها نفس المفهوم، محتوى تعليمي صرف، مادة علمية، حاجة انت بتشرحها للطلاب. حتى هتكتب لك بعد كده المستوى الأكاديمي ايه، هل مبتدئ، متوسط، متقدم، طب الكورس ايه، الاجزام ايه. فهي حاجة كده أكاديمية أو حاجة علمية، حاجة تكون مكتوبة في كتب فعلا، مش أي حاجة أنت بتعلمها للناس تبقى محتوى تعليمي، فلازم فعلا تبقى مادة علمية. المحتوى اللي بعد كده الانترتينمنت اللي هو المحتوى الترفيهي، وده محتوى غرض المشاهد منه هو التسلية، حاجة كده فور فن، زي مثلا قناة يوميات حمدي ووفاء، ده محتوى ترفيهي. قناة شارع العلوم زي ما قلنا محتوى ترفيهي. اي قناة بتقدم مقالب دي تعتبر محتوى ترفيهي، اللي داخل عايز يتسلى، عايز يشوف ايه اللي هيحصل، تحديات الاكل،
اي نوع من انواع التحديات، حاجه كده عامله زي لعبه، حاجه فور فن. المحتويات اللي بتقدم مثلا حاجات غريبه قوي، زي مثلا قناه من القنوات اللي بتتابعني وكان بيسالني في التعليقات، قناه سلطان. القناه دي بتتكلم عن حاجات مثلا غريبه شويه، بيزور اماكن مهجوره. وقناه برضو زي قناه المغامر عبد الله العنبري، القناه دي بتتكلم برضو عن زياره اماكن مهجوره. حتى لو ده نوع من انواع التمثيل فده برضو بيندرج تحت المحتوى الترفيهي، اللي داخل يتسلى. وخلي بالك المحتوى ده ليه انتشار واسع جدا، عشان زي ما قلنا قبل كده في ناس كتير كده بتيجي اخر اليوم بتفتح اليوتيوب عايزه تبص كده على حاجه تسليها لغايه ما تنام. المحتوى بقى اللي بعد كده اللي هو الميوزك، المحتوى بقى اللي فيه موسيقى واغاني والكلام ده محتوى برضو صريح جدا ومفهوش اي لغط كتير. المحتوى اللي بعد كده اللي هو النيوز اند بوليتكس، اللي هو الاخبار والسياسه. ده محتوى اخباري تقدر تنزل فيه حلقات كل يوم، وممكن اكتر من حلقه في اليوم كمان. اخبار البلاد، اخبار الحكومات، اخبار الجو، الطقس، كمان اي حاجه ليها علاقه بالسياسه. المحتوى بقى اللي بعد كده اللي هو النون بروفيتس اند اكتيفيزم. المحتوى ده انتشاره ضيق شويه، ودي الفيديوهات اللي بيبقى ليها علاقة بالأعمال التطوعية. فيديو بتنشر فيه التوعية ضد مثلا الإدمان، ضد الفساد، ضد الفقر، بتوعي عن مشاكل في التعليم، حملات توعية ضد العنف. كل الحاجات دي بتندرج تحت التصنيف ده. المحتوى اللي بعد كده اللي هو هاو تو اند ستايل، والمحتوى ده بقى هو اللي بيندرج تحتيه محتوى الطبخ. هاو تو اند ستايل ديت كده من اسمها كيفية القيام بشيء، اي حاجة ليها علاقة بكيفية عمل كذا، ازاي اطبخ كذا، ازاي اصلح خلاط، ازاي اصلح بوتاجاز. وبرضه معاه في نفس التصنيف اللي هو الستايل، ليه علاقة باللبس والموضة، الميك اب بتاع البنات. صراحة محتوى الطبخ بيندرج تحت التصنيف ده. كان زمان قبل كده كان في قبل ما يغيروا الخوارزميات وموضوع سياسات اليوتيوب، كان في تصنيف اسمه فود، كان تصنيف صريح كده اسمه اكل. الكلام ده كان زمان بقى ايام ستي وستك على رأي هاني فود. بس دلوقتي هم ضموا الحاجات دي كلها تحت فئة الهاو تو، وده عكس بعض القنوات اللي هي بتعلم اليوتيوب اللي قالوا عن محتوى الطبخ ده محتوى تعليمي. فانا هنا بوضح لك بقى الصح ايه والفرق ايه. محتوى الطبخ هاو تو، انما محتوى التعليمي اي مادة علمية. حتى اللي هو السب تايب اللي تحت المحتوى التعليمي اللي اسمه هاو تو، لان في هاو تو تحت الاديوكيشن برضو. لو فتحت الاديوكيشن هتلاقي هاو تو، دي معناها الفيديوهات اللي بتقول فيها كيفية القيام بشيء، بس تندرج تحت اي حاجة ليها علاقة بالمادة العلمية. انما هنا كيفية الطبخ تحت التصنيف ده. وطبعا لو مش مصدقني خش مثلا على قناة نادية السيد ودور على موقع سوشيال بليد، هتلاقي التصنيف بتاع القناة بتاعتها هاو تو. خلاص اتفقنا. المحتوى اللي بعد كده اللي هو الاشهر ما بين كل المحتويات، بيبول اند بلوجز، اللي هو المدونات والناس. هنا انت بتتكلم عن نفسك، بتعرض اليوم بتاعك ماشي ازاي، احداث بتحصل لك في يومك. قنوات الفلوجات، القنوات دي برضو تندرج تحت التصنيف ده. محتوى مثلا بتتكلم فيه عن ظواهر غريبة وحاجات غريبة بتحصل، زي مثلا طريق موجود في وسط جبال الانديز. الطريق ده طلع عليه اشاعات كتير وخرافات كتير وناس كتير ماتت عليه، بتحكي بقى اللي بيحصل ايه. ده بيندرج تحت تصنيف البيبول، وممكن يندرج تحت التصنيف الترفيهي، لان كان في حد برضو بيجادلني جامد في التعليقات والقناة بتاعته بيحكي فيها ظواهر غريبة وحاجات كده عليها اساطير وخرافات، وبيقول لي ان عامل التصنيف بتاعه تعليمي. فانا قلت له التصنيف بتاعك يا اما ترفيهي يا اما بيبول اند بلوجز. مش مقتنع تماما، بيقول لي ازاي ده انا بعرف الناس حاجات وبديهم معلومه، وده غلط كبير جدا. ده استحاله يكون محتوى تعليمي. يعني عندك مثلا قناه من القنوات الناجحه جدا ما شاء الله زي قناه اسئله نص الليل او قناه عشوائيات، ما القناه دي بيديك معلومات غريبه انت ما كنتش تتخيلها، حاجات كده اسئله وجوديه انت بتسالها لنفسك وما تعرفش اجاباتها ايه. هل ده يعتبر محتوى تعليمي؟ يعني دي حاجه مثلا مكتوبه في كتب علميه وحضرتك هتمتحن فيها؟ لا طبعا، ده يا اما محتوى ترفيهي يا اما بيبول اند بلوجز، والغالب هو محتوى ترفيهي، حاجه كده بتتسلى فيها قبل ما تنام. اتمنى تكون وصلت. المحتوى اللي بعد كده اللي هو الانيمالز. المحتوى ده برضو صريح جدا، اي حاجه ليها علاقه بالحيوانات، حيوانات اليفه مفترسه، تربيه حيوانات، صيد سمك، صيد طيور، الكلام ده كله بيندرج تحت التصنيف ده. المحتوى اللي بعد كده اللي هو ساينس اند تكنولوجي، العلوم والتكنولوجيا. وهنا العلوم مش مادة العلوم، المقصود بيها هو العلم وصل لغاية فين، يعني الفيزياء وصلت لغاية فين، ايه الجديد في عالم الكيمياء، ايه الجديد في عالم الطب، معلومات طبية، معلومات تقنية، شرح الادوات الذكاء الاصطناعي، بتشرح حاجات تكنولوجية ليها علاقة بالموبايل، ليها علاقة بالسماعات،
ليها علاقة بالكمبيوتر. ده تصنيف العلوم والتكنولوجيا مش تصنيف تعليمي، في فرق كبير ما بين الاتنين، خلي بالك. التصنيف اللي بعد كده سبورتس، الرياضه، اي حاجه ليها علاقه بقى بالكوره، كره السله، اي نوع من انواع الرياضه، تحليلات الماتشات، رايك ايه في اللي حصل في ماتش مصر والسنغال مثلا، اي حاجه ليها علاقه بالرياضه بتندرج تحت التصنيف ده. التصنيف اللي بعد كده اللي هو فيلم اند انيميشن، وده تصنيف كبير شويه، الافلام كلها بتندرج تحتيه، الانيميشن اي حاجه فيها رسوم متحركه. بس خلي بالك لو انت عامل مثلا فيديو فيه رسوم متحركه بس الغرض منه ان انت توضح حاجه معينه، ساعتها شوف الغرض ايه او المشاهد هيخش يستفيد ايه من الانيميشن اللي انت عامله وتختار التصنيف. مش معنى ان انت عامل مثلا حاجه فيها انيميشن وبتشرح بالانيميشن ده حاجه معينه فيبقى انيميشن. بعد كده ترافل، السفر بقى، يعني انت شخص رحاله بتروح تسافر وتعرض اماكن من بلاد مختلفه، مدن مختلفه، شخص شغوف جدا بالسفر، وده برضو تصنيف واضح وصريح مفيهوش مشاكل. في تصنيف نسيته معلش، اللي هو تصنيف الجيمنج. ده ليه علاقه باي حاجه فيها العاب، تحديات بابجي، تحديات الفري فاير، بتشرح حاجه معينه او تريكات معينه في الالعاب، ده برضو محتوى جيمنج. مش معنى ان انا بقول لك تشرح يبقى محتوى تعليمي، لان دي تعتبر مصيبه كبيره وناس كتير كانت بتنصح الناس بكده. مش معنى قلت شرح يبقى تعليم. اي حاجه ليها علاقه بالجيمنج اليوتيوب مسهلها لك، حاطط لك تصنيف جيمنج، بتعمل ستريم وانت بتلعب نفس الكلام. اظن كده الموضوع بقى واضح. ملحوظه بقى، عشان في بعض الناس هتقول طب ما انا كنت عامل التصنيف بتاعي عكس ما انت قلت والقناة بتاعتي نجحت ما شاء الله ووصلت مثلا لل70,000 مشترك. بص يا حبيب قلبي، اليوتيوب مش بيعتمد بس على الكاتيجوري، اليوتيوب ذكي جدا بيقدر ان هو يصنف الفيديوهات عن المحتوى بتاع الفيديو، لانه بيشوف وبيسمع، يقدر يصنفك عن طريق العنوان وعن طريق الوصف. بس عشان انت بتبدأ على اليوتيوب محتاج ان انت تسهل للخوارزميات وتعمل لها التصنيف مظبوط. وعايزك تسأل نفسك سؤال، بما انك ما شاء الله نجحت حتى وانت عامل التصنيف عكس ما انا قلت، اسأل نفسك سؤالين. اول سؤال، هو انا خدت وقت قد ايه على ما وصلت لل70,000 مشترك؟ الخوارزميات تعبت معايا قد ايه على ما قدرت انها تصنف الفيديو صح؟ ما هو حضرتك كاتب لها التصنيف غلط اصلا. تاني سؤال، هو حضرتك لو كنت عامل التصنيف بتاعك صح من الاول، وبما انك ما شاء الله وانت عامله غلط نجحت، تخيل بقى لو كنت عامله صح من الاول كنت وصلت لفين؟ وعايزك تاخد بالك من حاجة عشان ما تتخضش. انت لو قناه جديده وجيت اكتشفت ان انت عامل التصنيف بتاعك غلط وبدات ان انت تصحح التصنيف في الفيديوهات المستقبليه، هتلاحظ ان في البدايه من اول ما انت غيرت التصنيف هتلاقي المشاهدات بتقع. ما تتخضش، ده طبيعي جدا، انت بس عملت لخبطه في الخوارزميات، بس معلش دي لخبطه للطريق الصح. بعد 3 أو 4 فيديوهات الخوارزميات هتبدا تتوجه صح من تاني، وهتلاقي الفيديو الرابع او الخامس بدأ يجيب مشاهدات من تاني ومشاهدات احسن من الاول. ومش معنى كده ال3 أو 4 فيديوهات اللي انت نزلتهم كده ضاعوا عليك، لا، بمجرد الفيديو الرابع او الخامس باذن الله لما يبدأ يجيب مشاهدات ويصحى من تاني، الفيديوهات اللي انت كنت منزلها دي هتبدأ برضو تجيب مشاهدات وتتظبط. فما تقلقش وما تتخضش خالص. اتمنى ان انا اكون شرحت وجهة نظري بطريقة كويسة. ما تنسانيش بقى باللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.